أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ انظر هذا السؤال ما أجمله. هذا صحابي جليل، والصحابة رضي الله عنهم عندما يسألون لا يسألون لمجرد العلم، وإنما يسألون للتطبيق والعمل. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ كثير من الناس في هذا المقام سؤاله ماذا؟ ما حقي على زوجتي؟ كثير من الناس لا يسأل إلا هذا السؤال: ما حقي على زوجتي؟ لكن انظر هذا الارتقاء بالأخلاق. يقول رضي الله عنه: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق للمرأة واجبة، هذه حقوق للمرأة واجبة. يقول عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أي تطعمها من حال ما تطعم ومن جنس ما تطعم، وتكسوها أيضا بما يتناسب مع ما تكسو به نفسك. لا يعطيها مثلا إذا كان غنيا الرث من اللباس ويلبس الفاخر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولا تضرب الوجه، يعني إذا احتاج المرء إلى أن يؤدب أهله وبلغ الأمر إلى أنه لا بد من الضرب، فليحذر أن يضرب الوجه لشرف الوجه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن الوجه فيه الحواس، ربما ضربة على الوجه تعطل حاسة السمع، أو تعطل مثلا حاسة البصر، إضافة إلى ما في الضرب على الوجه من إهانة شديدة. وغالبا الضرب تتحرك اليد فيه إلى الوجه، لأن غالبا الغضب يأتي من جهة الوجه، تكون تكلمه ومثلا ترد عليه، والشيء الذي يزعجه يصدر من فمها، فغالبا الضرب يتجه إلى الوجه، فحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. مهما كان الخطأ الذي يكون من المرأة، لا يجوز للرجل أن يضربها على وجهها، لا لطما ولا بجمع يده ولا بآلة ولا بغير ذلك. قال: ولا تقبح، يعني لا يقبح لا في الأقوال ولا في المعاني. لا تقبح يعني لا يقول مثلا: قبحك الله، أو يا قبيحة، أو أنت من بيت قبيح، أو مثل هذا الكلام.